ملف ارض 6 اكتوبر هو الشغل الشاغل لكتير من جماهير نادي الزمالك، والكل دايما بيسال عن ارض 6 اكتوبر. لكن في واقعه حصلت كده مهمه جدا. اجتماع مجلس اداره نادي الزمالك الاخير حصل فيه حاجه مهمه. انا بالنسبه لي مستني رد وتوضيح من مجلس الاداره. كابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك قدم طلب في اجتماع مجلس الاداره ان يكون دوره خاص بارض 6 اكتوبر هندسيا فقط. طلب ان يكون دوره هندسيا فقط، مش مسؤول عن اي حاجه تاني خاصه بارض 6 اكتوبر. هل الكابتن هشام نصر كان مسؤول عن حاجات تانية بخلاف الجانب الهندسي قبل كده؟ الاجابه نعم. هل مجلس الاداره وافق على طلب الكابتن هشام نصر؟ الاجابه نعم. لكن الامر كان دهشه لبعض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك في الاجتماع. اتفاجئوا بطلب الكابتن هشام نصر باعتبار ان هو كان مسؤول من البدايه عن ارض 6 اكتوبر. اتفاجئوا بطلب الكابتن هشام نصر، لكن في النهايه تمت الموافقه على طلب الكابتن هشام نصر. انا مستني توضيح من مجلس اداره نادي الزمالك ليه كابتن هشام نصر طلب ده، وليه في التوقيت ده، وليه مجلس اداره نادي الزمالك وافق على الكابتن هشام نصر هو مسؤول من الاول. طب ليه تمت الموافقه من دلوقتي ان دوره هندسيا فقط؟ ليه كابتن هشام نصر دوره ما كانش هندسي من البدايه؟ كلها تساؤلات اتمنى مجلس اداره نادي الزمالك يجاوب عليها، لان الكل دلوقتي بيتمنى عوده ارض 6 اكتوبر. جمهور نادي الزمالك نايم بيصحى كله بيتمنى عوده ارض 6 اكتوبر، وباذن الله باذن الله الارض ترجع لنادي الزمالك.